Aid. كيف تعرف الفرق بين السمك الطازج والسمك القديم؟ عندما نتوجه إلى سوق السمك يكون لدينا الرغبة القاطعة في شراء والحصول على أسماك طازجة، لكن كثير منا يعاني عند شراء السمك الطازج ويسأل نفسه: هل هذه السمكة طازجة وجديدة أم قديمة وفاسدة؟ ولكي نميز بين السمكة الطازجة والسمكة القديمة أو الفاسدة إليكم بعض المعايير. أولا، انظر إلى عيني السمكة. إذا كانت العينان صافيتان وبارزتان فهذا يعني أن السمك طازج، أما إذا كان لون العينين مائل إلى الرمادي وباهت يكون السمك فاسدا. ثم انظر إلى جسم السمكة. إذا كان نظيف ولامع ومكتمل الحراشف فإنها سمكة طازجة. كما أيضا يمكن الضغط بالإصبع على جسم السمكة، فإن عاد كما هو ولم يبقى أثر الإصبع على الجسم فإن هذه السمكة طازجة أيضا. تتميز الأسماك الطازجة برائحة نظيفة ورائعة ومميزة، أما غير ذلك فهي أسماك قديمة وفاسدة. تحت أي ظرف من الظروف لا يجب عليك شراء الأسماك ذات الرائحة السيئة، لأن الطهي لن يقوم بتحسينها. ثم انظر إلى الخياشيم. يجب أن تشعر بأنها مبللة ولونها أحمر أو وردي زاهي. إذا كانت السمكة قديمة سوف يكون لون الخياشيم باهت وستكون الخياشيم لزجة وجافة. أما إذا كنت تريد شراء الفيليه تحقق من وجود انفصال أو فجوات في قطعة الفيليه. الفيليه الطازج يجب أن يكون قطعة واحدة، لا يكون اللحم مفتت متكسر. وإذا كان هناك سوائل على اللحم يجب أن تكون صافية وليست لزجة أو حليبية.